السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم صوت نسائي، والموضوع ديال اليوم ما سهلش، حيت كاينين شي مواقف ما كتخليكش تنعس وما كتخليكش تهدى، كتخليك غير تصور راسك واش نقول الحقيقة ولا نسكت. المشكلة ديال اليوم زوجة شافت بعينيها لحظة ما كانش خاص حتى حد يشوفها. شافتها هي ومرات لوسها الاولى، لقاو مرات لوسهم الاخرى في حضن راجل غريب، يعني كتخون رجلها. في لحظه واحده تبدل كل شيء، الراجل هرب وخلى المراه، والخيانه بقات واقفه في النص، والضمير بدا كيصرخ. وحده من الشاهدات ما قدراش تحمل، تكلمات وحكات وفجرات القنبله وسط العائله. ودابا العيون كاملة متجهة على اللي بقات ساكتة، طلبوا منها تشهد وتأكد وتحسم الشك، ولكن هي خايفة تكون كلمتها تسبب في طلاق إنسانة وتشتو هادوك الوليدات، خايفة تولي هي سبب في خراب أسرة كاملة، رغم أنها غادي تقول غير الحقيقة. في نظركم في هاد الحالة واش تشهد ولا تسكت أحسن؟ وهاد الشي اللي غادي نشوفوه في المشكلة ديال اليوم اللي كتقول: السلام عليكم، أنا في موقف صعيب بزاف وما عارفاش كيفاش نخرج منه، ومحتاجة رأيكم عافاكم. أنا طالبين مني نحلف على المصحف ونقول شهادة حق في واحد الموضوع عائلي كبير وحساس. القصة هي أني أنا ومرات لوسي شفنا مرات لوسي الثانية في الدار ديالها مع جارنا، والمنظر ما كانش مريح نهائيا. مرات لوسي اللي كانت معايا ما سكتاتش وعلات صوتها، وانا من الصدمه خرجت وما كملتش الموقف. الراجل خرج بالزربه قبل ما يشوفوه الناس، والموضوع تسد في داك الوقت. ودابا العائله كلها تجمعات وكيطلبوا مني نشهد على داكشي اللي شفت. الا قلت الحقيقه ممكن يوقعوا مشاكل كبار بين الرجال، وإلا سكت مرات لوسي اللي تكلمات غتبان بحال إلا كتكذب، وممكن هي اللي تأدى. كاين ضغط عليا بزاف من جهتين، وحده كتبكي وكترجاني ما نهضرش، وواحده اخرى كتقول لي خاصك تهضري باش الحق يبان. انا تالفه، واش نبقى ساكته ولا نهضر ونتحمل نتيجه كلمه تقدر تبدل مصير بزاف الناس؟ قولوا لي كيفاش نتصرف بالعقل، حيت بصح ما بغيتش نظلم حتى حد. السيدة محتاجة رأيكم، واليوم ماشي أنا وحدي اللي غادي نهضر، بغيتكم حتى نتوما تكونوا صوتها الثاني. كتبوا ليها في التعاليق شنو دير، يمكن رأيكم يكون هو حل. وكرأيي الشخصي أنا، اختي قولي الحق هو الأول، ولا حلفتي بالقرآن على الزور وهذه راها أيام مباركة عند الله، راه غادي ترتكبي إثم عظيم. وكيف ما قلتي ممكن هاد السيدة اللي هضرات وقالت الحق هي اللي تأدى، وهنا غادي تكوني ارتكبتي إثمين: إثم على شهادة الزور والحلفان في القرآن على الكذوب، والإثم بالباطل اللي نزلتي على السيدة اللي فقط شافت واحد الحاجة كتخالف الشرع والقانون وما قدراش تسكت. اختي كوني متأكدة أن هاد السيدة اللي ارتكبت هاد الخطأ والله واخا تشهدي معاها اليوم غدا طيحي في شي موقف والله ما تعقل عليك، حيت غادي تبغي تخلص منك بأي طريقة، باغا تبعدك من طريقها ومساحتها. راه دابا بالنسبة ليها راكي عدو، حيت شفتي الخطأ ديالها، وخاصك تعرفي واخا توقفي معاها دابا غادي تبقي دائما نقطة ضعف عندها. وفي الأخير بغيت نقول حاجة مهمة: الشهادة ما عمرها كانت كلمة سهلة، هي واحد الموقف صعيب وخاصها ضمير يكون حي ومسؤول. واللي شاف الحقيقة وما تكلمش كيعيش حياته كاملة بلا راحة وواحد الندم صعيب. والهدف من الشهادة ماشي هدم البيوت ولا أسر، لا، ولكن الهدف منها هو كشف الحقيقة باش كل واحد يتحمل اختياره. وفي القضايا بحال هذه كلمة الحق كتوجع، ولكن الكذوب كيقتل بشوية. كنت معكم أنا ناعمة،
وإلا عجبتكم الحلقة ديال اليوم ديروا لايك وشاركوا المشكلة مع شي مرة ممكن تكون محتاجة تسمع هذا الكلام. وهنا كانت النصيحة مؤلمة ولكن راها الطريق الوحيد للعدل. السلام عليكم.